قربنا نسمع سقفة كبيرة مع بارني وريبو تايجر. النهارده في ايه بقى؟ هو النهارده في هنا في دار اولادي، وعاملين يوم للاطفال اللي هنا، جايبين فيه فقرات ليهم وهنفطر معاهم ان شاء الله. وعملنا حسابنا ان احنا هيكون في الناس اللي هم يعني ناس من مشهورين شويه اللي هم يقدروا يجوا يقضوا معاهم يوم زي عمرو رمزي، وان شاء الله هيكون في كذا حد تاني النهارده. يعني هيكون في فقره يعرفوا فيها ايه الحاجات، هنكلمهم عن رمضان، ايه الحاجات اللي هم المفروض يعملوها، ليه رمضان حلو كده. يعني هيكون كلها حاجات ليها علاقه برمضان اكتر، ونبقى معاهم اليوم كله يعني. يلا السقفة العالية بتاعتنا كلنا كل أصحابنا نشترك معانا. يلا مسك الألوان ورسم على الحيط. سلام عليك يا للجدع مشاكل النهارده انتوا عاملين يوم الايتام في دار اولادي، عاملين ايه تاني في رمضان؟ واحنا بدأنا رمضان بشنط رمضان، الحمد لله عملنا حوالي 14 شنطة في رمضان، وزعناها على دور ايتام ووزعناها على اسر كتير محتاجة، زي بيتعوض بقى وحاجات زي 4 ونص بنات الكبش وحاجات بره القاهرة. ده بالنسبة لشنط رمضان، شنط تموين رمضان. دي تاني حاجة لينا في رمضان ان احنا عملنا اليوم بتاع الاطفال الايتام ده هنا في دار اولادي. في رمضان كمان بننزل كل يوم وجبات فطار في دور ايتام، بحيث ان احنا حاجه زي مائده رحمن كده، بس بنودي وجبات لغايه الاطفال. عندنا كمان في رمضان ان شاء الله تشيلدرنز داي، وهو يوم للاطفال الايتام. هنجيب حوالي 500 طفل من دور ايتام مختلفه، نعمل لهم زي فان داي كده، وفي عرايس وفنانين وحاجات كده هيلعبوا معاهم ان شاء الله. ايه رايك في التجربه انك تيجي جماعه؟ اولا كفايه ان احنا الكبار بنروح مبسوطين، يعني بصرف النظر عن ان الولاد مبسوطين، احنا الكبار نفسنا بنروح مبسوطين، بنلعب وبنغير جو، بنحس ان احنا عملنا يعني ريفريش كده لنفسنا. فبجد يوم حلو وفي شقاوه وفي عفرته زي ما انت شايف كده. تمام، واخد بالك؟ بجد بتمنى ان هم يعني يوجهوا لي الدعوه تاني، واكيد هاجي تاني ان شاء الله. هيجي في العيد تاني. هاجي في العيد تاني. علاء ولا عماد؟ عماد ولا علاء ولا علاء؟ يعني مش علاء؟ ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك. هاكل يا عم، هاكل والله. ايوه هاكل متقلقش يا عم، كل انت. لا انا مش شايفها، لا انا مش شايفها. ربنا يخليك.